بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النهاردة طالعة أعمل لكم فيديو، بس عايزة أقول لكم أوحش طلعة أطلعها في حياتي. أوحش طلعة. أنا مش عارفة أبتدي معاكم منين، بس هبتدي معاكم بدعوة كانت أمي الله يرحمها دايما كانت بتقولها لي. كانت دايما تقول لي: روحي يا سهام يا بنتي، ربنا يحبب فيكي خلقه. فعايزه اقول لك يا امي، ربنا الحمد لله محبب فيا خلقه، علشان خلقه دي يوم ما تحبني من مجال العمل اللي انا بشتغل فيه ومنها ساحه اليوتيوب، مش يدعولك مئات يا امي، والله لا، يدعولك ولفات. الاف الناس دعت لامي على منتديات، كل اخواتي وحبايبي من نساء ورجال اللي نزلوا منتديات على قنواتهم ومن تحتيهم متابعينهم دعولك يا امي والله. طبعا لازم اشكركم بالاسم لمنتدياتكم اللي انتوا رفعتوها لامي، علشان ينزلوا تحتيها مئات على كل قناه من قنواتكم يدعوا لامي حبيبتي، يعني ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. فريد شكركم، بس انا برضو لازم اشكركم علشان دعوات متابعينكم المحترمين اللي دعت لأمي على راسي من فوق. كل منتدى نزلتوه على راسي من فوق، كل دعوة جات لأمي شكر، 100,000 شكر ليكم. ربنا حب فيا خلقه، ولا كأنها كانت بتدعي الدعوة دي لنفسها ليها، علشان يحبوها ناس كتير قوي ويدعوا لها ان ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها. طبعا بقدم الشكر لاخواتي وحبايبي ادام من القناه، واخواتي وحبايبي المقربين: حنان، كوتيه، بنتي غاليه، بنت سناء، امي سما، ماما زوز حبيبه قلبي. اشكر المتابعين القنوات اللي نزلوا لامي منتديات. مدام اخلاص كتر الف خيرك، والله يا حبيبتي كتر الف خيرك. انا متشكره قوي 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 على المنتدى اللي من تحتيه نزل ناس كتير قوي ودعوا لامي حبيبتي. اشكر كمان فريد اللي كاتب الاسامي بصراحه، وانا فريده، سهى نور، انتي الافضل، البهدوره، مع سمسمه وجاكي وانجي فضفضه مع انجي. شكرا يا انجي كتر الف خيرك. مصريه، توتا تاك، اميره سعيد، علا صبري، افكار ومواضيع مع ايمان، ترند مع ستو، ولاء. ناس جوني، انا ما اعرفش قناه ولاء والله، ناس جولي كتبوا لي من عندها. طبعا ليكي الف شكر كتر الف خيرك على راسي من فوق والله. سلطانه ترند وشيري ام عمرو منتداكي على راسي من فوق يا ام عمرو كتر الف خيرك. صدفه زاد وناس تانية، بس أنا طبعا كتير اللي كل اللي قالهم فريد دكتورة عبير وفريدة سناء ومش عارفة ناس كتير قوي. طبعا مش عارفة أقرأ خط فريد يعني بالنسبة لي أنا مش عارفة أقراه. وأم يوسف وبيري سمايل وأم هبة وسامح وميادة وأم شهد وكل المتابعين اللي كتبوا تحت منتدياتكم، كتر ألف ألف خيركم على منتدياتكم
وعلى متابعينكم المحترمين اللي نزلوا وكتبوا دعاء لهم. عايزة أتقدم بشكر خاص لصاحبة الفضل في المكان اللي أنا قاعدة فيه، أم نور بنت السعودية وأهل السعودية. أم نور دي كانت صاحبة الفضل إن أمي تطمن عليا في آخر أيامها، إن أمي كان حلم حياتها إن يبقى ليا مكان أبقى قاعدة فيه وما احتاجش لأي حد وما اتبهدلش. اسفه والله، انا ما كنتش عايزه اعيط لكم في الفيديو ده خالص، ولا كنت عايزه اطلع الطلعه دي، بس غصب عني غصب عني. شكرا، شكرا ليك يا مرور، علشان انتي كنتي السبب الوحيد ان امي تطمن. انتي كنتي البدايه. ربنا يحبب فيكم خلقه جميعا جميعا، ربنا يحبب فيكم خلقه. دي كانت دعوة أمي، كانت دايما تقولها، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان يا بنتي، ربنا يحبب فيكم خلقه، عشان محبة الناس كنز، محبة الناس بتقعد لكم لما بتحتاجوها بتلاقوها. اللي أنا عايزة أقوله لكم إن أنا مؤمنة بالله ومؤمنة بقضاء ومؤمنة بقدره، وعارفة إن كلنا هنروح للدنيا اللي ربنا شايلها لنا، الدنيا التانية. بس أنا ما كنتش متوقعة ده يجي دلوقتي، معرفش، استغفر الله العظيم. كنتش حابة أطلع الطلعة دي وما كانش في بالي، ولا كان في بالي لما جاني الخبر. كنت قاعدة عادي، كنتش حاسة بحاجة. كنا مستنيين الوقت يعدي عشان نخش نطمن عليها. 12 ساعة قاعدين نستنى نطمن عليها، 12 ساعة، 12 ساعة. الشال دوت بتاع أمي على فكرة، ده طول ما أنا قاعدة معاها في المستشفى كانت مطبقة وحاطة ورا ظهرها. إما تلاقيني أقعد جنبيها تروح تقولي حطي ده على رجلك، حطي ده على كتفك، حطي ده على رجلك يا حبيبتي من البرد، حطي ده على كتفك من البرد يا حبيبتي. ولا اللي كأنها بتقولي خديه، خدي الشال ده، خديه خليه معاكي. الحمد لله، عمري في حياتي ما حسيت عنها حاجة، الحمد لله ولله الحمد. عمري ما قالت لي نفسي في حاجة وما فكرتش شغلي الشغل إني أجيبها لها. كان حلم حياتي إن أطلعها عمرة. أمي شقيت كتير قوي، دعواتكم في مكانها. أمي شقيت كتير، شقيت كتير قوي، شقيت عمرها كله. أكرمتها على قد ما أكرمتها، بس كان نفسي في حياتي أكرمها، طلعها تعمل عمرة
بجيب لها الحلو كله، عمري ما عزيت عنها حاجة، جبت لها الغالي كله، جبت لها كل اللي اقدر عليه، ما نسيتهاش في ولا وقت ابدا. كانت دايما تقول لي يسعدك ربنا، يسعدك يا بنتي، احن واحدة في عيالي. اتمنى اي حد من اخواتنا في السعودية لو يقدر يعمل لأمي عمرة وأكتر ألف خير. ملحقتش أعمل لها الحلم ده في آخر وقت، في آخر شهور ليا كنت دايما أقول نفسي أطلع أمي عمرة. دعواتكم ليها، دعواتكم ليها. الشقة دي أنا خدتها من حوالي شهرين، بس عشان استلم المفتاح بتاعها كان في بقية اتفاقات لازما تحصل. فجت قالت لي لا، احنا نروح للراجل هنا في البلد. انا كنت شقتي في بلد ابويا، فكلهم هنا شبكة، كلهم يعرفوا بعض. جت هي وبابا لصاحب الشقة وقالوا له لا، ده انت لازم تديلها المفتاح ده، انا عايزة بنتي تنقل تبقى جنبي عشان انا هتحجز في العمليات وهي اللي تبقى قاعدة معايا، وهي محتاسة بقطتها ومحتاسة بجوزها، فانا مش عايزاها تبقى متبهدلة وبعيدة عني. الراجل كان اول مرة يشوف ماما، قال لها والله يا حاجة لاجل دخلتك دي المفتاح اهو في ايدك انت والحاج. اول ما دخلت بصت على الشقة، ايه رأيك يا ماما؟ قالت لي حلوة، حلوة الله اكبر، حلوة 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 يا اختي، لو 4 حيطان حلو. قلبي اطمن، قلبك اطمن يا امي، عشان كنت احسن هتموتي. قلبك اطمن يا امي، قلبك اطمن، عشان كنت حاسة انك هتسيبيني، عشان كنت حاسة انك هتمشي يا امي. وقفت البيت كله على رجلي، البيت كله وقفته كده عشان انقل. اخويا، صحيت اخويا الصغير قالت له قوم روح شيل حاجة اختك، وجابت مرات اخويا وجت هي ومرات اخويا نضفوا لي الشقة كلها. خلت مرات اخويا مسحتها لي من فوق لتحت، وجيت لقيتها منوراه منوراه. خلت اختي الصغيرة اللي اصغر مني تروح معايا تجيب لي بقية الحاجة من الشقة، وقالت لي انا كده استريحت. وانا ما كنتش فاهمة، ما كنتش فاهمة. جيت قلت لها بجد يا ماما الشقة عجباكي؟ قالت لي اه يا حبيبتي عجباني، ده كان حلم حياتي، قلبي يطمن عليكي. قلبها اللي ما استحملش العملية، قلبها اللي ما استحملش العملية، قلبها اللي ما استحملش العملية يا أمي، قلبك اللي ما استحملش يا أمي، قلبك اللي ما استحملش، قلبك اللي ما استحملش. قلبك اللي ما استحملش. لما طلعت لما طلعت نشدت الناس قبل ما تموت انهم يساعدوا امي، علشان كنت لاقياها عاطله بابويا، وانا مش فاهمه، شغله بالها المره دي قوي، ابوك هيجيب منين، ابوك هيجيب منين.
حاساها عاطلة هم الكل كده. قلت لها: يا بابا مالك فيك؟ قالت لي: يا ابوكي غلبان، ابوكي غلبان واخواتك غلابة، هيجيبوه منين يا خراشي يا لهوي. مش عشان حاجة، كنت عايزة اخليها فكرها ودماغها تستريح، كنت عايزاها تبقى مطمنة، كنت عايزاها تبقى مطمنة، كنت عايزة اشيل من عند دماغها الهم، الحمل، الفكر. كنت عايزاها تخش العمليات ودماغها رايق. كانت يا حبيبتي شايلة هم الكل الفترة الأخرانية. أقول لها: يا ماما انت بتدعي لابنك رزقة أكتر، كان حياتها ونور عينها. تقول لي: لا يا عبيطة، أنا بدعي لكم كلكم زي بعض، بس رزق ده آخر العنقود، نفسي أفرح بيه وأجوزه. يا أمي، يا أمي. نامي واستريحي يا أمي، نامي وارتاحي. كتير حبوكي ودعولك، وكتير لسه هيدعولك، وربنا يسخرني إن أخلي كتير يدعولك يا أمي. ربنا يسخرني إن دايما أخلي الناس تدعيلك يا أمي. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسامحك ويسكنك فسيح جنات. ابن بنت عمي من عمر زياد ابن أخويا. زياد عنده 10 سنين، 11 سنة. وابن بنت عمي من عمر زياد. تاني يوم أمي ما ماتت، تاني يوم ما اتدفنت. أمي ماتت يوم سبت، اتدفنت حد يوم الاثنين. يوم الاثنين ابن بنت عمي صحي يقول لأمه: يا أم، أنا شفت ستي وفاء، جاتلي في الحلم. قالت له: يا حبيبي شفتها ازاي؟ لا، كنت بلعب أنا وصحابي في الملعب، والملعب النور بتاعه ما كانش شديد قوي، لقيت ستي وفاء طالعة من نور كبير قوي أبيض، جاية لابسة أبيض في أبيض. وبقول لها: ايه ده يا ستي، هو انتي مش كنتي مشيتي؟ قالت له: ما انا مشيت، قاعده في مكان حلو قوي 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 يا يحيى. بص يا يحيى، انا جايه اقول لك خد بالك من زياد. زياد ما يعرفش حد، ملوش حد صحابه الا انت، اوعى العيال يضربوه. زياد ابن اخويا دوت هادي مع نفسه كده خالص خالص، ملوش صحاب فعلا غير يحيى ده. ولا كأنها جايه تسيب رساله مع طفل، منها انها تطمنا عليها انها في مكان احسن، ومنها بتوصي على زياد لان كان حبيبها، حفيدها الاولاني، وكانت بتحبه قوي، وهو فعلا هادي في حاله ومش مختلط مع الاولاد قوي، دايما قاعد لوحده، ما ملوش في لعب الشارع ولا نزول الشارع. هي في مكان احسن علشان صبرت على مرضها كتير قوي قوي قوي، مرض ورا مرض ورا مرض ورا مرض، وهي صبرة صبرة صبرة. عملت عمليات حياتها كلها، وشقيت وتعبت علينا على 6 عيال. كافحت مع أبويا وشقيت معاه وتعبت معاه. جوزت 4 بنات وولد، كله بالشقة وبالتعب وبالدين وبالوقفة وبالصحة. ربنا يرحمك يا أمي، بحق ما تعبتلنا في كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم وكل شهر وكل سنة. ربنا يرحمك بحق ما كل دعيتلنا وحبتينا وأكرمتينا. ربنا يرحمك ويغفر لك.
ربنا يرحمك ويغفر لك. دعواتكم المستمرة لأمي إن ربنا يرحمها. لما يبقى فيا دماغ هبقى أطلع أحكي لكم حكاية الشقة، كنت عاملاها لكم مفاجأة. كنت مستنية لما أمي تطلع بالسلامة من المستشفى وأعملها لكم مفاجأة. قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. شكرا لكم جميعا. شكرا لكل اللي قلت اسمه وكل اللي ما قلتش اسمه. شكرا لكل اللي دعا لأمي، على راسي من فوق. كتر ألف خيركم. أشكركم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.